المنتخب الفرنسي احسن من المنتخب المغربي. احسن منتخب الى غايه الان هو المنتخب الفرنسي، واقوى منتخب في العالم هو المنتخب الفرنسي، واقوى مرشح للتتويج بالدوره كاس العالم هو المنتخب الفرنسي. احسن مدرب في العالم حاليا على مستوى المنتخبات المنتخب الفرنسي. ان لم تكن مقتنعا واردت المتعه والفن فاذهب الى المسرح. عندك السينما، شاهد افلام، عندك افلام الرعب ما تحبش افلام الرعب، شاهد افلام الدراما ما تحبش الدراما، عندك افلام قصص الحب ما عندكش عندك وين روح شوف مباريات كره قدم تاع انديه اللي تلعب كره قدم. روح شوف مانشستر سيتي يخسر شويه اموال في كل موسم، على الاقل مره روح شوف غوارديولا تستمتع. الان نهضروا على الواقعيه. سامحني امين، نهضروا على الواقعيه. من حيث الواقعيه حاليا والمنتخب الفرنسي هو اقوى منتخب في العالم حاليا. من حيث الواقعيه واحسن مدرب، بدنيا قوي جدا وسريع جدا في الخروج بالكره، تقني معنويا منتعش بكثير. الانضباط التكتيكي من ناحيه الشراسه تاع اللاعبين، من ناحيه عندهم قوه دفاع نقدر نوافقوا. والتوازن بين الخطوط، شوف يا اخي نهضروا واش هضر واش تكلم راني معاه. تقول لي المتعه بارابور الادوات اللي عنده اللاعبين وين ينشطوا كاع في الفرق الكبرى نقدر نوافق امين. من ناحيه التكتيك، من ناحيه الاندفاع البدني خويا من احسن المنتخبات. نعم، المنتخب الفرنسي هو اقوى منتخب مثل اليوم اللي فيها اكثر اللاعبين في فرنسا صناعه للفرص اليوم، لكن يبقى مصدر الخطر رقم واحد في المنتخب الفرنسي. كل المنتخب الفرنسي يضعون حسابات في المنتخب الفرنسي. لاعبين الاخرين اليوم نظن بلي المنتخب الفرنسي نظن بلي يستاهلوا، وفريق الوحيد اللي نظن بلي قليل نقاط الضعف، ما عندوش نقاط ضعف كثيره، لانه يلعب منظومه منظمه لدرجه كبيره جدا. عنده الحلول باينه واش من الحلول تاعو، على غير عاده المنتخب الفرنسي اللي دائما يكونوا سي لو كوتي او بحاجه سبيسيال. الفرنسي اكد القوه ديالو ميدو، عنده لاعبين، عنده مدرب يحسن كثير كره القدم، يعني تكتيكيا من اقوى مدربين. جد محنك، مدرب لي مدرب تنافسي، يعرف المنافسه قيمه تاعها. نقدر نقول لك بلي اليوم المنتخب الفرنسي فريق منظم، وفي 3 خطوط يعني تاعو كان جد متوازن، سواء في الدفاع او في الوسط الميدان الدفاعي والهجوم. نشوفوا المنتخب الفرنسي هاجم يعني بكثره من جهه اللاعب ديمبيلي اللي معروف باللي يعني بالرجل يعرف يلعب جيدا، يعني يستحوذ على الكره، يمد كرات يعني سانحه للتسجيل. لكن لما الاقي بقى انا كلاعب حاصل على بطوله الشباب في الدوري المصري، فريق اقصد هنا فريق الاتحاد السكندري، واللعيبه منها يا اما ما بيروحش المنتخب عشان ما بيلعبش لا في الاهلي ولا في الزمالك، يا اما لو راح المنتخب ما بيلعبش اساسي وبيلعب عليه ناس تانية. فانت ببساطه كده سؤال قد كده، عايز تكسب او عايز تنافس او عايز تظهر بشكل مميز في البطولات الدوليه ازاي؟ لما الفريق معروف كده على مستوى في الوقت الحالي ان السنه اللي فاتت اقوى فريق شباب في الدوري المصري هو فريق الاتحاد السكندري الحاصل على بطوله الشباب السنه اللي فاتت. فلما ما لاقيش 3 أو 4 لاعبين اساسيين موجودين في منتخب الشباب اللي كان بيقوده أسامة نبيه، هنا في علامة استفهام. وما يطلعش حد يقول لي لا أصل لعيبة الأهلي الصغيرين الشباب أو لعيبة الزمالك الصغيرين الشباب عندهم خبرات دولية عن لعيبة الاتحاد السكندري. طب ده على مستوى هنا بالنسبة لنا. أنا بوري لك لماذا ظهر منتخب الشباب المصري بشكل متدني وبأداء متواضع وفشل في التأهل إلى الأدوار التالية في مونديال تشيلي مقارنة برجالة المغرب أو شباب المغرب.
لما تيجي تبص للتشكيل الاساسي للمنتخب المغربي هتلاقي 3 أو 4 لاعبين من اتحاد التواركا المغربي. فريق اتحاد تواركا المغربي هاتهولي والنبي هو ترتيبه كام في الدوري المغربي بعد اذنكم؟ فؤاد زهواني، محمد طه مغني، وحسام الصادق. ادي 3 لاعبين من العناصر الاساسيه للمنتخب المغربي. المدير الفني لمنتخب الشباب المغربي وهو رجل وطني، مدرب وطني، شاف ان ممكن، خلي بالك اتحاد تواركا المغربي ده على مستوى الشباب او دوري الشباب يبقى في مركز متقدم عن الفريق الاول. الفريق الاول في المركز التاسع، لكنه ما اهتمش بالاسماء، ما راحش للوداد المغربي، ما قالش نهضة بركان اللي هيلعب بعد بكره في السوبر الافريقي واللي عنده جماهير كبيره في المغرب